برج السرطان، السنة دي مليئة بالتغيرات والمفاجآت على جميع الأصعدة. فلو بدأنا بالناحية الصحية فبنقولك لازم تنتبه جدا لحالتك الصحية، وخصوصا من أمراض القلب والعظم، وده لأن طبعك الفلكي العام ده بيدعو للاستهتار بسلامتك. وبنأكد عليك إنك لازم تكون متأني في الأكل والشرب، وتخفيف المجهود والانفعالات اللي مش بتجيب أي نتائج. أما من الناحية المهنية والمادية، برجك السنة دي بيقول إنك هتقدم استقالتك من شغلك أو هيتم فصلك، ولكن هتبدأ من جديد وهيتعرض عليك فرص عمل جديدة، ويا ريت تحافظ عليها وتتعامل بهدوء وليونة مع كل اللي حواليك، وخصوصا رؤسائك في العمل، وساعتها هيتفتح لك أبواب كتير أحسن وأفضل. أما إن كان عملك في المجال التجاري فبنبشرك بأن أرباحك هتزيد وعدد زباينك كمان. أما بالنسبة لأفضل المجالات غير التجارة ليك فهي السياحة والفنادق ومجال الإعلام، وبصفة عامة هتحقق نجاح أفضل من السنة اللي فاتت على المستوى العملي. أما بالنسبة للناحية الشخصية والعاطفية نقدر نقولك إنها سنة القرارات الحاسمة، هتقوي علاقات بأشخاص يستحقوا ثقتك، وهتتراجع عن علاقات تانية كانت بتسبب لك المتاعب والألم، وهتبعد عن ناس اتسببوا في جرحك، وهتنعم بحب حقيقي وحالة هدوء بعد ما كنت بتشتكي من الألم والضغوط من شريك حياتك وبعض الناس اللي حواليك. نقدر نسمي لك السنة دي بسنة التألق والحب والرومانسية بإذن الله. في انتظار آرائكم واقتراحاتكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.